اللي فيه عادة ما بيبطلهاش، والاهلي بيدي 6-1 فريق شباب بلوزداد الجزائري ويكسب ويحط نفسه في صدارة المجموعة بتاعته في بطولة دوري ابطال افريقيا بجدارة واستحقاق، ويرجع تاني لجماهيره الفرحة والسعادة بفريقه العريق. يا اهلا بيكم في خط النص والتحليل المتين لماتشات الاهلي والكرة المصرية وكل الاخبار والاحداث اللي بتهمنا. طبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان وكل بلد عربي واسلامي ان ربنا يحفظهم ويحميهم. وندخل في الموضوع. النهارده الاهلي عمل ماتش كبير جدا، بالذات الشوط الثاني. بصراحه الشوط الاولاني كان شوط شبه الماتشات الكتيره اللي الاهلي بيلعبها الفتره الاخيره، ما تسعدش وما تصرش وحاجه تخلينا نقول ربنا يستر. لكن الشوط الثاني مع تغيير امام ورجوع اكرم ورا وقفل على اهم لعيب في الفريق الجزائري رقم 11 الوينج الشمال، قدر الاهلي يحد خطوره الفريق الجزائري خالص ويمسك كوره ويعمل هجمات وافكار كنا بنقول عليها امبارح يا ريت نشوف افكار جديده. وفعلا قدرنا نشوف اكتر من جمله اتعملوا قبل كده، بس المره دي نجحوا فيها وقدرت لعيبه الاهلي تحط 6 في عين الحسود. 6-1 والاهلي يتصدر المجموعه بجداره واستحقاق. لكن قبل ما نتكلم فنيا في الماتش بسرعه، في حاجه انا لازم اتكلم فيها علشان مش قادر بصراحه. احنا بقالنا كتير بنهاجم كهربا، كل ما يلعب كل ماتش بيبقى وحش فيه ويستحق يتهاجم لانه لعيب سيء جدا على المستوى البدني الفني والتكتيك وكل حاجه. بس سايبين حسين الشحات. حسين الشحات يا جماعه جاب جون النهارده، مش قصه جون، ما كهربا بيجيب اجوان، لكن كل قراراته لما الكره بتجيله قرارات غلط. حسين بيتصرف في الكوره بشكل اناني كامل، فردي بحت، كل كره عايز يمرقص هو ويعدل ويشوط. طب فكر تباصي. قرارات حسين الشحات لما الكره تجيله تقريبا من كل 10 قرارات بياخدهم 9 غلط. يعني ايه بياخد قرارات غلط؟ الكره جايه، هل هنا احسن قرار او تصرف ان انا مرقص ولا باصي؟ ان انا مرقص ولا شوط؟ ان انا شوط ولا باصي؟ حسين الشحات دايما قراراته غلط ودايما لصالح لعب الفرد، اناني جدا جدا جدا، ويا ريتها ماشيه معاه. هنسكت ونستحمل. لكن حسين الشحات النهارده استمرار لماتشات كتيره جدا بيلعب بشكل سيء فردي واناني، بيضيع هجمات كتيره ومجهود زمايله علشان هو عايز ياخد اللقطه، هو اللي يحط الجون. وما اعرفش ما حدش بيتكلم عليه خالص ليه، لا الجمهور ولا برامج التحليل ولا الاعلام، كأن الكهرباء اللي تهاجم، امام اللي تهاجم، اي حد تاني في الفريق يتهاجم، لكن حسين الشحات عليه حمايه، عليه حراسه. حسين سيء جدا بقاله كتير، حظه ان الاصابات بتخدمه في المركز ده، فهو كده كده احنا لابسين في حسين وتاو. ماتشات كتير جايه بقى لحد ما نشوف رضا سليم جراله ايه وطاهر هيرجع امتى. بس حسين الشحات اناني جدا يا جماعه. حسين الشحات محتاج قرصه، محتاج الجمهور ياخد باله ويقول له لا يا حسين العب للفريق، مش انت النجم، احنا ما عندناش اللعيب بتاع اللقطه. كهربا ضيع بطوله مننا بتاع الانتركونتيننتال عشان عايز ياخد اللقطه، احنا ما عندناش دي. فدي حاجه كنت لازم اقولها بصراحه لان حسين مزودها جدا. بالنسبه للاهلي والفريق اللعيبه كلها النهارده عملت ماتش عالي، بسم الله ما شاء الله. وسام ابو علي يعني صبرنا سنين طويله ونلنا مهاجم متكامل اكتر من اللي كنا نحلم بيه. مين في جمهور الاهلي كان يفكر ان انت هيجي لك مهاجم او لاعب اصلا بيجيب جوان من فاولات؟ ده حاجه كده كنا بنتفرج عليها في التلفزيون. ده معلول لما كان بيشوط فاول ويجي فوق العارضه كنا بنفرح. وسام ابو علي ربنا يحميه، مهاجم ممتاز، هو ده المهاجم الاهلي يستحقه. 3 اجوان احلى من بعض، تحركات، مجهود، امكانيات كبيره بنشوفها. امام لما نزل الفرق كتير، مروان عطيه مجهود كبير، اكرم عمل ماتش كويس. كل اللعيبه يعني محدش كان اقل من المتوقع، يعني في لعيبه ما كانت متوسطه بس محدش كان اقل من المتوقع. حتى حسين النهارده كان متوسط، ما كانش سيء، بعيد بس عن الحته الانانيه، قرارات الغلط اللي بياخدها. الدفاع كان معقول، الشناوي برضو يعني الكره غلطته. بس عايز اقول حاجه على الجون، لان هو الكل بيهاجم الشناوي بيتريق عليه وبيقول ان الشناوي غلطان. يعني الشناوي ما اتصرفش صح، بس عايزك تبص معايا على الهجمه بالراحه. الكره دي طالما اتعرضت لورا والمدافع والمهاجم جاي بوشه هيحطها جون في الغالب، فهي الشناوي اتصرف غلط، بس هي في الغالب على ال3 خشبات بتدخل جون. رامي ربيعه بقى بيعمل ايه في الجون ده؟ رامي ربيعه انت ما فيش حد في ظهرك، يعني ما فيش وينج مثلا، الوينج اليمين بتاع الجزائر قاطع فهيدخل، فانت محتار تمسكه تغطي عليه ولا تمسك المهاجم اللي معاك اللي جاب الجون. لا، رامي ربيعه راح يقف على 6 يارد. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ده انت جاي مستريح وشايف المهاجم بتاع الجزائر اللي جاي، تقطع تحطه في جسمك، الكره ما كانتش هتيجي. فالجون ده 80% غلطه رامي ربيعه، 20% غلطه الشناوي. يعني ربيعه يسأل عليها بكتير قبل الشناوي بصراحه. لكن برضو بعيد عن الجون، رامي كان كويس، اشرف داري بدايه مبشره، يحيى عطيه الله كالعاده يعني دفاعيا تمام، هجوميا بعيد جدا. فريق النهارده كولر كان ممتاز، يعني حاجه تسعد وحاجه تفرح. نقول يا رب نكمل على المستوى ده ونكمل في بطوله افريقيا بالاداء ده علشان نوصل رساله للكل ان الاهلي في انتركونتيننتال دي بطوله كبيره يا جماعه. فاذا كنا خسرنا ماتش يعني بضربات جزاء فما تفهموش ان الاهلي راحت عليه، الاهلي هو كبير افريقيا ويفضل كبير افريقيا، وباذن الله يرفع الكاس السنه دي ويبقى كاس الاهلي المره الثالثه على التوالي لاول مره في تاريخ افريقيا.